يا مساء الخير. كنا عملنا فيديو من فترة عن ازاي ترجع موبايلك لو اتسرق منك وكده، وكنا شرحنا عن ابلكيشن بيصور لك الحرامي وبيجيب لك اللوكيشن بتاعه كمان ويبعته لك على الميل بتاعك. بس حصل شوية لخبطة والناس سألتنا اسئلة كتير في الكومنتات، فحبيت اعمل فيديو تاني بحيث ان احنا نجاوب على اسئلة الناس ونشرح الفكرة تاني بطريقة افضل. في الاول خالص انت بتحمل يعني الحوار اللي هيحصل ده كله والموبايل لسه معاك قبل ما يتسرق اصلا، تمام؟ ده مبدئيا كده، يعني بتحمل الابلكيشن نفسه على الموبايل بتاعك، بتحط فيه الميل بتاعك بحيث ان هو لو اتسرق تفتح الميل على جهاز ثاني ويبعت لك الصوره واللوكيشن على الميل بتاعك. فهمت؟ طيب الابلكيشن ده بيعمل ايه باختصار؟ الابلكيشن ده لو الحرامي جه يفتح الموبايل هيصوره ويبعت لك صورته ويبعت لك اللوكيشن بتاعه، فدي حاجه جامده الصراحه. يعني هيبعتهم على ايه بقى؟ هيبعت لك الصوره واللوكيشن على الميل اللي انت مدخله في الابلكيشن قبل ما الموبايل بتاعك يتسرق. هتروح بقى تفتح الاكونت بتاعك او تفتح الميل بتاعك على اي جهاز تاني وهتلاقي الصوره واللوكيشن موجودين. ومعلش انا اسف، ما تجيش بس تقول لي انا نسيت الميل بتاعي او نسيت الباسورد. طبعا انا هعمل ايه؟ طيب هو في حاله الباسورد ممكن مثلا نعمل ريسيت للباسورد لو انت عامل تو ستيب فيريفيكيشن مثلا، ماشي ده تمام. لكن انت لو ناسي الايميل نفسه يعني ايه؟ اعمل ايه؟ طيب اعرفه ازاي ده؟ طيب الابلكيشن ده اسمه كروك كاتشر، موجود على جوجل بلاي عادي جدا، وهتلاقيني سايب لك لينك تحميل الابلكيشن في الديسكربشن، بص عليه. تعالى بقى اقول لك ازاي بعد ما تحمل الابلكيشن تعمل له سيت اب وتدخل فيه الميل بتاعك والكلام ده كله. بس في الاول لازم تعمل لايك وسبسكرايب. ما هي ماشيه كده بقى، ماليش دعوه، في شغل هنا وتقدير فانت لازم تقدره. لايك وسبسكرايب بسيطه جدا يعني، وهتساعدني ان انا انزل فيديوهات اكتر، فانت اللي هو ايه، مش خسران حاجه، فانجز. طيب اول ما تحمل الابلكيشن هيظهر لك بالشكل ده، هتدوس على السهم ده عادي، هتلاقي هنا دي نوت اكتيفيتد او دي اكتيفيت، هتدوس عليها اكتيفيت بس كده، وبعدين هتدوس نيكست. وهنا التيمز ليميت دي اللي هو مثلا هيكتب الباسورد كام مره غلط عشان اصوره وابعت لك اللوكيشن، فاحنا طبعا هنخليها مره واحده. وطبعا هتديله اكسس للكاميرا وطبعا اكسس للوكيشن، وهتدوس نيكست. وهنا الخطوه المهمه اللي هو هتحط الميل بتاعك اللي هيبعت لك عليه الصوره واللوكيشن، اللي هتفتحه من جهاز ثاني. لو الموبايل اتسرق تفتحه من جهاز ثاني وتاخد الصوره واللوكيشن. هتفعلها طبعا وهيفتح لك قائمه عشان تحط فيها الميل بتاعك، وبس كده انت خلصت. لو عايز تتاكد من خطواتك هتيجي مثلا عند السيتنجز وهتشوف اول واحده اللي هي فيلد انلوك، اتاكد ان هي معموله على واحد، وهتنزل تحت عند تيك بيكتشر اتاكد ان هي برضو معموله اون، واللوكيشن معمول اون. لو لقيت الايميل معمول اوف هتدوس عليه وتعمله اون، تعمله طبعا اوثنتيكيت اللي هو هتدخل الايميل بتاعك. هيفتح لك قائمه الايميلات الموجوده على الموبايل بتاعك، هتختار الايميل بتاعك وهتدوس اوكي. وبس يا برو، كده تكون خلصت سيت اب للابلكيشن. وبس كده انت عملت سيت اب للابلكيشن على الموبايل بتاعك وجهزت كل حاجه بحيث ان الموبايل لو اتسرق هيبعت لك الصوره واللوكيشن. يعني الموضوع باختصار تاني، معلش عشان بس الناس ما تتلخبطش، انت دلوقتي موبايلك معاك في ايدك، تمام؟ احنا هنحمل عليه الابلكيشن اللي هو كروك كاتشر، وهنعمل له سيت اب زي ما وريتك، وهندخل فيه الميل، تمام؟ بحيث ان الموبايل لو اتسرق والحرامي جه يفتحه هيبعت لك صوره واللوكيشن على الميل بتاعك. الميل بقى تفتحه على جهاز تاني، فانت لازم تكون حافظ الميل والباسورد. اقول لك على حاجه، انا جالي كومنت بيقول انا مش عامل باسورد للموبايل، ايه اعمل ايه؟ طيب يعني اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه. في حد لسه مش عامل باسورد للموبايل اللي هو ايه؟ بتقول للحرامي اتفضل، يعني مش هعرف اعمل لك اي حاجه. طب في حاجه كمان ممكن تعملها بحيث تزود الامان وكده، وبحيث ان هو تخليه ما يقدرش يعمل حاجه بالخط اللي موجود في الموبايل. يعني باختصار هنقفل الشريحه، هنعمل لها باسورد بحيث ان هو مثلا لو عمل ريستارت الموبايل هيقول له اطلب ادخل الباسورد عشان الموبايل يفتح. طب لو شال الشريحه حطها في موبايل تاني، مش اللي في الشريحه مش هتفتح غير لما ادخل الباسورد اللي احنا عاملينه. فدي حاجه حلوه بحيث ان هو ايه، مش هيقدر مثلا يعمل ريسيت لاكونتات السوشيال ميديا بتاعتك مثلا، مش هيقدر يعمل ريسيت لاكونت بي بال بتاعك لو في فلوس وكده، فاهم؟ فالخطوه دي مهمه جدا، انت لازم تعملها، ولازم تجهز ورقه وقلم جنبك عشان تكتب باسورد ما ينفعش تنساه، لانه لو نسيته هيدخلك في حوارات بقى، تضطر انت تروح للشركه بقى البطاقه بتاعتك وحوار كده، فاللي هو لا، فانت لازم تحفظه، فاحفظه في ورقه بره وخلاص. طيب تعالى اوريك هتعمل الحته دي ازاي، بس مش هوريك غير لما تعمل لايك سبسكرايب بقى، انا ماليش دعوه بقى، اتصرف، هي كده ماشيه كده. طيب هتيجي عند السيتنجز وهتكتب لوك سيم كارد او قفل الشريحه لو انت عامله بالعربي، هتلاقي دي مش متفعله، هتفعلها طبعا. وبعدين هتدوس على تشينج سيم بن، بعد ما تدوس عليها هيقول لك دخل الباسورد القديم اللي هو يعتبر في كل الموبايلات 4 اصفار، لو ما اشتغلش معاك هتدخل من 1 ل4، بس هو 4 اصفار في كل الاجهزه. طيب بعد ما تدخل بقى 4 اصفار هتدخل بقى الباسورد الجديد بتاعك، وتاكد ان انت تكتبه في ورقه بره عشان ما يضيعش منك. وبس يا برو، كده تكون عملت باسورد للشريحه نفسها. طيب لو الحاجات دي كلها مش نافعه، المفروض هتعمل ايه؟ في ابلكيشن من جوجل اسمه فايند ماي ديفايس، خليك تعمل ايريز او مسح لكل الداتا اللي موجوده على الموبايل. هو بص، خلينا متفقين ان اصلا الداتا اهم من الموبايل نفسه، الموبايل هيجي لكن الداتا مش هتيجي، هو كده مش هتيجي، فمش عايزينها تقع في ايد حد، فاهم؟ فان انت تعمل له ايريز او تمسح كل اللي على الموبايل ده حل حلو، يعني اعتقد ان هو حل حلو لو انت ما عرفتش تجيب الموبايل خالص يعني. والابلكيشن ده بيديك امكانيه ان انت مثلا تظهر مسج تظهر على شاشه الموبايل، بحيث ان هو مثلا لو ضايع مثلا او مش مسروق، لو ضايع حد يتصل عليك او كده يعني. الابلكيشن ده كده هنعمل له فيديو تاني لوحده باذن الله يعني.
وبس يا برو، كده اكون خلصت. اتمنى يكون الشرح مفيد واستفدت منه. لو استفدت ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في فيديو جديد يا برو. سلام.